سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. أسمر بلاس يشهد افتتاح المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية. المؤتمر الخامس للجنة أصدقاء الشباب في مديرية تسني. تنظيم دورة تدريبية للمزارعين في لوغو عنسبة. الرئيس الجزائري يدعو إلى الإنهاء التام للاستعمار. الانفصاليون الأرمن يعلنون وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مع أذربيجان. والعراق يستدعي سفير أنقرة لتسليمه رسالة احتجاج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح في 17 المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية بأسمرة بلاس بالعاصمة أسمرة تحت شعار جهود قوية لضمان إمدادات فعالة وآمنة من بذور القمح والذرة الشامية. حضر الافتتاح كبار المسؤولين الحكوميين والجبهة بما في ذلك الوزراء وحكام الأقاليم والسفراء المعتمدون لدى البلاد، وكذلك ممثلي الدول وهيئات الأمم المتحدة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة وزير الزراعة السيد رفاعي برهة قال إن القمح والذرة الشامية غنيان بالعناصر الغذائية، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف هذه المحاصيل ومزاياها. كما أشاد سعادة الوزير رفاعي بالشركاء لمساهمتهم في إنجاح المنتدى قائلا إنه من المهم أن يتلقى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وخاصة النساء والشباب يتلقوا التدريب، وأن يتم تزويدهم بالتكنولوجيا اللازمة لتطوير مزارع القمح والذرة الشامية على نطاق صغير. وتم مناقشة الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لإنتاج القمح والذرة الشامية في إريتريا وأفريقيا وأنظمة البذور وتطوير البذور في إريتريا وتربية وتوزيع الذرة الشامية المتحمل للجفاف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتكنولوجيا إنتاج البذور الحجنة أيضا. كما تم عرض ومناقشة أوراق بحثية عن الذرة الشامية في إريتريا وإدارة الطلب على المياه والمواد لإنتاج القمح في إريتريا، والاطلاع على تجارب إثيوبيا وزامبيا وأوغندا والدول الأعضاء في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي وغيرها. وقال مدير عام دائرة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسجنا لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا قال أن المنتدى يعد استمرارا للمنتديات التي تعقد من وقت لآخر لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وهو جهد ظلت تقوم به وزارة الزراعة من أجل توفير البذور الجيدة لضمان زيادة الإنتاجية لهذه المحاصيل. وقال إنها حققت نتائج جيدة في السنوات الماضية. يشارك في المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية خبراء من إريتريا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وزيمبابوي والكاميرون وزامبيا وأيرلندا والهند، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الزراعية والبحثية، حيث يشارك 200 من الخبراء والباحثين والمهنيين. عقد لجنة أصدقاء الشباب في مديرية تسني إقليم القاشبركة مؤتمرها الخامس. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم بالإنابة السيد ماريقوس قرماسيون إن الهدف من المؤتمر هو تضييق الفجوة الفكرية الموجودة بين الآباء والشباب وتعزيز الجهود المبذولة لتوعية الشباب بتاريخهم وثقافتهم وقيمهم الاجتماعية. وأوضح رئيس لجنة أصدقاء الشباب في مديرية تسني السيد نباي زقرقش الأنشطة التي سيتم تنفيذها لتقوية اللجنة واستكشاف البرامج المجتمعية لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة. وحث مدير مديرية تسني السيسيوم جبريل سوسة الشباب على رفع مستوى وعيهم وتحرير أنفسهم من المكيفات غير المرغوب فيها والعمل لتطوير قدراتهم ووطنهم. وفي الأخير تم انتخاب لجنة جديدة لأصدقاء الشباب المكونة من 20 عضوا. نظم مكتب الزراعة بالتعاون مع قسم الرقابة الإقليمية في إقليم القاشبركة دورة تدريبية للمزارعين في مديرية لوغو عنسبة حول إنتاج البذور عالية الجودة.
وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد فرزون جبر ولد في التدريب المقدم يوم 19 من سبتمبر في مقركة، أوضح بأن الهدف من الدورة هو رفع معرفة المزارعين في تنمية البذور والرقابة عليها وزيادة مساهماتهم. من جانبه أوضح مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم الكاشبركة السيد حبوس جبر مريم أساليب تحسين البذور وكيفية إعدادها، داعيا في واعتزاده المزارعين للتوسع في الزراعة المروية. وشرح خبراء رقابة جودة البذور وتنمية النباتات بشأن جودة البذور وضمان وفرتها. ودعا المتدربون وزارة الزراعة لمواصلة تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وتوفير البذور المحسنة في أوانها. وحثت مسؤولة التنمية الاقتصادية في مديرية لوغو عن سبا السيدة إلسا رستوم على الدفع بالتدريب الذي يعمل لرفع الوعي والمعرفة. عقد اجتماع في أبو ظبي الإماراتية يوم 17 من سبتمبر لتقوية المنظمات الإريترية. ناقش الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن التنظيمات الوطنية الإريترية الخطوات الواجب اتخاذها لتقوية تنظيم الجالية الإريترية والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وقرروا إجراء انتخابات الهيئة الإدارية لجميع التنظيمات الوطنية في أقرب وقت. وألقى مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية بالسفارة الإريترية السيد تسفو جبرة سائف في المناسبة محاضرة حول التقييم أو القيم الوطنية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إن النزاعات والأزمات حول العالم بلغت مستوى غير مسبوق، مما أدى إلى تشريد الملايين وحول العلاقات الدولية من التعاون والتوافق إلى المواجهة والصدام. وفي كلمته أمام قادة العالم في قاعة الجمعية العامة قال تابون إن الوقت قد حان للتفكير في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء الأسس المتينة التي تقضي إلى مزيد من التعاون. وفيما تستعد بلاده لاستلام مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي في بداية العام المقبل، قال الرئيس الجزائري إن بلاده تعي ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي يواجهها المجتمع الدولي. وأكد تمسك الجزائر بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ودعا إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي لما له من عواقب خطيرة على أمن واستقرار النيجر والمنطقة كلها. بعد إعلام مواصل تعتبر الانفصاليين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، في حين أكدت الرئاسة الأذربيجانية عقد مفاوضات في مدينة يفلاخ بعد أقل من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها باكو في الجيوب الانفصالي. وفي وقت سابق أعلن الانفصاليون الأرمن أنهم سيوقفون إطلاق النار سيلقون أسلحتهم في إشارة إلى انتهاء عملية مكافحة الإرهاب التي بدأتها القوات الأذربيجانية في المنطقة المتنازع عليها، كما أكدوا استعدادهم لعقد محادثات بشأن إعادة الدمج مع أذربيجان. وأعلنت السلطات في منطقة ناغورني قرباغ أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في العملية العسكرية. واعتبرت أذربيجان أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب أرميني كامل من المنطقة، فيما نفت يريفان وجود قوات تابعة لها فيها. وقالت في بيان أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قرباغ. الخبر الأخير في هذه النشرة: بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في بريطانيا إضرابا بعد هجوم على أقليم كردستان بطائرة مسيرة نسبته بغداد إلى أنقرة، وأسفر عن معطل 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. عبرت الرئاسة العراقية في بيان عن إدانتها للعدوان التركي المتكرر.
ونادرا ما تعلق عنقرة على عملياتها العسكرية في شمال العراق، حيث تشن هجمات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك، إلا أن الهجوم بطائرة مسيرة على مطار زراعي في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي يعد أمرا غير مسبوق. وقصفت طائرة مسيرة مطار عربة الزراعي قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برش المبيدات الزراعية. وأسفرت الضربة عن مقتل 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وإصابة 3 آخرين بجروح. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز ما جاء فيها. أسمر بالاس يشهد افتتاح المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية. المؤتمر الخامس للجنة أصدقاء الشباب في مديرية تسني. تنظيم دورة تدريبية للمزارعين في لوغو عنسبة. الرئيس الجزائري يدعو إلى الإنهاء التام للاستعمار. الانفصاليون الأرمن يعلنون وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مع أذربيجان. والعراق يستدعي سفير أنقرة لتسليمه رسالة احتجاج. مشاهدينا الأكارم، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.